قلقني الحسد ولا هلكاتك الحياة. كلمات كتبان لك عادية ولكن راه دماغك توسخ بسبب السوشيال ميديا. حيت مؤخرا فاش كندخل الفيسبوك ولا انستغرام اغلبية ديال الشباب من جيل زد ولا من جيل بيتا تيهضروا بهذا المصطلح، واش شي تيخلي العقل ديالك محدود ولا ما تشعر ولا ما تقدر تكون حتى فكرة واحدة. هذا هو التأثير السوشيال ميديا على الدماغ ديالك. عقلك تيبقى مخربق وسط الشارع من الفوضى، ما كتبقاش عارف شنو دير بسبب السوشيال ميديا، والتأثير تيبدا يأثر فيك حتى في الدراسة ولا حتى في الخدمة، وما كتقدرش تكون فكرة واحدة حيت عقلك غلبات عليه العبثية أو الريلزات. وما السبب الأول في هادشي اللي وصل لدماغك؟ 30 ثانية اللي كتعيشها من الريلز عقلك كتخلطو على المشاعر ولا دماغك كيبدا يتأثر بشي حاجة تافهة، وهذا كيتسمى بتعفن الدماغ. أغلبية غادي تسائل شنو هو التعفن الدماغ؟ وهو واحد المصطلح مجازي انتشر في 2024، والمحتوى أقل جودة ما فيش المنفع للناس ولا لراسك، أو محتوى تافه باللغة العامية ديالنا. والأغلبية ديال تعفن الدماغ يجي من محتوى قصير أو الريلزات وكتأثر على الصحة ديالك. وفي جامعة أكسفورد كتقول على هذا الموضوع تداول مفترض للحالة الذهنية أو الفكرية للشخص، خاصة كنتيجة الإفراط في استهلاك الفيديوهات القصيرة أو الريلز كتعتبر تافهة أو غير محفزة للتفكير. إذا رجعنا شوية للور 2004 حتى 2007 كان مصطلح تعفن الدماغ على تويتر والمعروف الآن بمنصة إكس حاليا كانوا تيقول هذا المصطلح على الناس اللي كانوا تقضيو أوقات طويلة على ألعاب فيديو ولا أفلام تلفزيونية. وحنا دابا في 2026 ولات الحالة ديال التعفن الدماغ بشكل كبير بسبب السوشيال ميديا أو الريلزات بالأخص. غادي نعطيك 6 ديال الحلول باش تبعد من تعفن الدماغ. أولا، نقص من الهاتف، حيت هو أول حاجة كتجرك إلى تعفن الدماغ وكتخلي ديما تركيزك ناقص، ومن الأحسن تبعد منه من الساعات الأخيرة قبل النوم. ثاني حاجة، قراءة، حاول تخصص ساعة ولا ساعة ونصف لقراءة القرآن الكريم ولا قراءة شي كتاب اللي غادي يكون مفيد ليك باش يبعدك عن النمطية ديال الهاتف ديالك. ثالث حاجة، الرياضة، حتى هي عندها دور مهم حيت كتخرج ديك الطاقة السلبية اللي كاينة في الجسم ديالك. رابعا، تقليل التشتيت، خدم على حاجة واحدة في كل مرة، كثرة التبديل بين المهام كتخلي الدماغ ضعيف. خامسا، جلس مع راسك، جلس بوحدك بلا موسيقى وبلا هاتف وغير مع أفكارك، هادشي كيساعدك تنظف عقلك وترجع التوازن ديالو. سادسا، نقص من الدوبامين، بس شوية من الهاتف، تيك توك، إباحية والأشياء اللي كتعطيك المتعة السريعة. عقلك خاصو يرجع يتعود على الحوايج البسيطة باش يرجع التركيز ديالو. إلا وصلت لهنا وبقيتي كتحارب تعفن الدماغ وكنتمنى الفيديو يعجبك، وما تنساش لايك والاشتراك في القناة لحظة التفكير.